تعرف ان النادي الاهلي كان هيتعاقد مع لاعب خد الكرة الذهبية بعد كده؟ طب تعرف ان نادي الزمالك كان هيتعاقد مع نجم كبير افريقي بعد كده بقى نجم النادي ارسنال؟ وعايز تعرف ده حصل ازاي؟ تعال انا احكي لك. الزمالك في سنة 93 كان بيتعاقد مع اكبر نجم دخل نادي الزمالك كمحترف، وهو ايمانويل اومونيكي اللي راح بعد كده برشلونة. وساعتها كان في لاعب برضو عنده 17 سنة نيجيري، وكان متألق جدا جدا جدا، برضو لفت انظار نادي الزمالك، ولكن حصل مشكلة بسبب السن تقريبا وقتها، وساعتها ما اتمش نادي الزمالك التعاقد معاه، واتم التعاقد مع ايمانويل اومونيكي بس. النجم النيجيري وقتها اللي كان عنده 17 سنة ده كان مين؟ نوانكو كانو. نوانكو كانو اللي بعد كده بقى نجم اياكس، بعد كده بقى نجم انتر ميلان، بعد كده بقى نجم ارسنال الانجليزي. لولا ان الزمالك ما تمش التعاقد معاه كان هيبقى عند الزمالك 2 نجوم طلعوا لاوروبا بعد كده، منهم اومونيكي اللي راح برشلونه، وكانوا اللي راح بعد كده اياكس. طب تعرف ان الاسماعيلي كان هيتعاقد مع المهاجم السفاح الجزائري اسلام سليماني في موسم 2013؟ كان وقتها الاسماعيلي بيلعب في البطوله العربيه، في دور ربع النهائي كان بيلعب قدام شباب بلوزداد. ظهر مهاجم خرافي سجل في الاسماعيلي هدفين في الذهاب والعوده، لفت الانظار ساعتها في الاسماعيليه، وفعلا الاسماعيلي كان بعت عرض رسمي ليه. في حاجتين بيتقالوا في الموضوع دوت ان هما كان سبب عدم اتمام التعاقد. اول حاجه بيقولوا ان المقابل المادي اللي طلبه شباب بلوزداد كان عالي قوي وكبير. السبب التاني بيقولوا ان اسلام سليماني هو نفسه كان عايز يحترف في اوروبا. بعديها فعلا اسلام سليماني راح سبورتنج لشبونه، تألق هناك جدا لدرجه ان هو بعديها في 2016 لما راح ليستر سيتي كان اغلى لاعب عربي في الوقت ده ب 25 مليون جنيه استرليني. طب خد بقى الاشاعه دي كده ايه من على طرف المعلقه. سنه 2013 طلعت اشاعه ان اوباميانج معروض على النادي الاهلي، وفعلا بيقال وقتها ان هو اتعرض على حسام البدري وحسام البدري رفضه. بالمناسبه تقريبا حسام البدري ساعتها جاب غدار المهاجم اللبناني. المهم سالوا كابتن حسام البدري على فكره بعديها وقالوا له هو انت فعلا رفضت التعاقد مع اوباميانج؟ رد قال لهم وهو بيضحك كلها اجتهادات، خلينا نتسلى. وطبعا الحدث الاكبر للاعب مصري محمد صلاح. كلنا عارفين ان في 2011 نادي الزمالك كان قريب قوي من التعاقد مع محمد صلاح، وعلى فكره الكلام ده طلع قاله محمد صلاح نفسه. في كلام ان انا كنت رايح الزمالك وكده، بس هو هناك الناس في الزمالك قالوا لا. وكمان طلعت سيد ممدوح عباس وقتها قال لك لا، اللاعب لسه مش صالح ان هو يلعب في الزمالك ومحتاج يتطور كتير. وده الحمد لله ان هو حصل طبعا مع احترامي نادي الزمالك، بس احنا شايفين دلوقتي صلاح فين. وفعلا بعديها صلاح راح بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما، وطبعا احنا عارفين باقي القصه. على فكره بالمناسبه نادي الزمالك وقتها راح تعاقد مع اللاعب سعيد قطه، مع احترامي ليه طبعا، بس احنا فعلا محتاجين نظرتنا للعيبه تتغير شويه. بس طبعا نستنتج من قصه محمد صلاح دي ايه؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المفاجاه الكبرى اللي كلكم مستنيينها اللي هو ازاي الاهلي كان هيتعاقد مع لاعب خد الكره الذهبيه بعد كده. سنه 97 كان في بطوله كاس العالم للناشئين بتتلعب هنا في مصر. القائمه بتاعت منتخب البرازيل كانت بتحتوي على لعيب ساحر اسمه رونالدينيو. فعلا جه ولعب البطوله، وقتها المهندس عادل القيعي فعلا شافه وكان عايز يتعاقد معاه. دخل على الكابتن صالح سليم المكتب وقال له ده فرصه استثماريه كبيره قوي للنادي. قال له فعلا تفاوض معاه. راح اتكلم مع المترجم بتاع الفريق البرازيلي، وفعلا سهل له التواصل لفريق جريميو اللي كان وقتها بيلعب رونالدينيو في فريق الشباب بتاعه. المفاجاه ان هم كان عندهم مرونه كبيره جدا ان هم يبيعوه. هم فعلا كانوا شايفين برضو ان هو فرصه استثماريه للنادي بتاعهم، لكن المفاجاه ان هم طلبوا 15 مليون دولار. كابتن عادل القيعي كان فاكر ان هو هيخلص الصفقه دي ب 100,000 دولار كبيره، بس طبعا ما كانش واخد باله ان هو بيتكلم عن رونالدينيو. وقتها طبعا الاهلي ما دخلش في الصفقه، وعلى فكره بعديها ب4 سنين باعوه لباريس سان جيرمان ب 5 مليون دولار بس برضه اللي هيبيعوه لباريس سان جيرمان يعني. مش كنت سبتوا لنا بال 100,000 دولار كان زماننا دلوقتي عندنا لعيب خد الكره الذهبيه بعد كده. ملخص اللي عايز اقوله ان احنا ساعات في الدوري المصري بيبقى عندنا عين حلوه على فكره، وبنختار لعيبه كويسه، بس ساعات العائق المادي بيكون هو سبب كبير قوي ان اللعيب ما يجيلكش. ساعات برضه يكون ان اللعيب عايز يحترف في اوروبا، برضه سبب تاني. بس برضه والنسبه الاكبر ان احنا ساعات بنختار محترفين كسر ونلبس فيهم دولارات على الفاضي. اتمنى ان اكون قلت لكم معلومه جديده اول مره تعرفوها، وضفت لكم حاجه جديده. كان معاكم مصطفى جمال الفوتبول شيف.